وبكده نكون نجحنا ان احنا نعمل مصيدة للهاكرز. اي حد هيحاول يلمسها هيقع في الفخ، ان في اتاكس حاليا بتحصل على النظام الوهمي اللي احنا عاملينه، ودي البورتس اللي بيتم مهاجمتها حاليا. طيب المشروع اللي هنستخدمه اسمه تي بوت، وهو اوبن سورس. اوبن سورس يعني كل حاجه موجوده ببلاش، مش هتدفع حاجه، الدنيا كلها تمام يعني. عشان نسطبه محتاجين ايه؟ الموضوع بسيط خالص. لو هتبص هنا على الجيت هاب بتاعه هتلاقي دي الصفحه بتاعت المشروع. اول حاجه قالك المتطلبات. التي بوت انستوليشن ده محتاج من 8 ل 16 جيجا رام، وعلى الاقل ايه يعني سكه 128 برضو جيجا بايت فين فري ديسك سبيس، مساحه على الجهاز يعني، وانترنت كونكشن. ما يبقاش معمول له فلتره، يعني معظم الشركات بتبقى منع بعض المواقع، بعض الريكوستات والمنافذ وكده، فهو قال لك من الاخر الدنيا ممكن تبوظ منك، فخلي الانترنت في الكمبيوتر او في اثناء التسطيب يعني ما يكونش فيه فلتر او فيه فاير وول بمعنى صح. لو انت بتعمل تيست في بيتك فانت في الاغلب ما فيش الكلام ده، ودوس والموضوع هيمشي على طول يعني. قال لك داونلود دي السبورتد ديستريبيوشن. احنا طبعا هنعمله على اوبونتو يعني، وانت ده عباره عن زي برنامج او نظام بتسطبه على نظام تشغيل. فهو بيقول لك شوف طيب انواع الانظمه التشغيل اللي احنا ايه او اللي هيشتغل عليها بدون مشاكل يعني. انا هشتغل على اوبونتو لان اوبونتو زي ما قلت لكم قبل كده اي حاجه بيشغلها يعني. اتاكد لي بس على الاقل ان الاس اس اتش موجوده، واوامر بسيطه زي كيرل وسودو اي بي تي والكلام ده يكون ايه موجود بس. واخر خطوه طبعا من نون يوزر اكونت وانت موجود على الهوم نفذ الامر ده. الموضوع بسيط يعني، يمكن شكلها شكل الموضوع معقد شويه بس هو فعلا بسيط يعني. وانا يعني هاخدكم في كل المراحل حتى بالايرورز وكل حاجه، وعشان لو حبيت تعمله بنفسك يعني. المهم طيب، فزي ما قلنا لكم اول حاجه محتاجين نظام اوبونتو. فانا هفتح الفي ام وير او النظام الوهمي بتاعنا ونسطب اوبونتو عادي يعني، المشكله يعني. طيب زي ما احنا متعودين هنضغط كرييت نيو فيرتشوال ماشين، واختار التيبيكال او الريكومندد عادي جدا. اختار بس الايزو او نظام التشغيل اللي هنسطب عليه الدنيا دي كلها. وانا هنا هختار اوبونتو لايف، مش فاكر كان لايف ايه، لايف سيرفر ولا انستولر. هروح مع اوبونتو لايف سيرفر، مش محتاجين يكون ديسكتوب. وهنسميه طبعا احنا هنبني حاجتين، الداشبورد او السيستم اللي هنراقب منه الهاكرز، والسيستم اللي هيبقى هو ده الفيك او الوهمي واللي الهاكرز هيروحوا عليه ويحاولوا ان هم يخترقوه. فهنبني ايه نظامين هنا. فده هنسميه الداشبورد بتاعه التي بوت. قال لك المساحه مينيمم 128 جيجا بايت. ليه 128؟ لان ده يعتبر داشبورد يعني لوحه تحكم كامله، فلازم مساحتها تبقى كبيره. وكمان عشان في المستقبل لو حبيت تحط اكتر من هاني بوت او اكتر من مصيده يعني، يبقى هو ده ايه اللي متحكم فيهم. نيكست. الرامات كام؟ 4. لا هضغط عليها كاستمايز ونخلي الرامات، هو كان بيقولك من 8 ل 16، انا اديها 8. بروسيسور يمكن ازوده بس شويه عشان التسطيب يكون سريع يعني. بس كده كلوز واقول له فينيش. فده يعتبر السيستم الاول هو الداشبورد. تعال نبني السيستم الثاني اللي هو هيبقى النظام الوهمي بقى اللي ايه اللي هيبقى المصيده. بنفس الطريقه كرييت نيكست، نفس السيستم عادي جدا. هنسميه بقى ايه؟ المصيده بالعربي. نيكست. دي المساحه عليها مش لازم تبقى كبيره، بس من حكم تجربه بلاش 20 لانه هي مصيده فيها خدمات كتيره جدا جدا هتبقى معمول لها تسطيب يعني. فانت عندك ولا فاهم 50 سيرفيس ولا 60 سيرفيس شغاله، ف20 مش هتكفي. ولو عملته 20 ممكن النظام لما يجي يشتغل يقول لك ايه مفيش رجلها وجعت، مفيش مساحه كافيه، فالدنيا مش هتشتغل معاك اصلا. فخليها مثلا 40 خليها 50 يعني. تاني هو مش هيستخدم ال 50 كلهم، بس هو يعني لازم يبقى عنده ايه مساحه حر ايه يتحرك فيها. احنا كان ممكن ننتهي من المعلم الاولاني ده انه يخلص تسطيب وناخد منه نسخه، بس مش فارقه يعني. English continue without updates. done. done برضو done كمان هنا كمان done، واقول له continue. هنا بيقول لي تسطيب الهارد ديسك، انا ما يهمنيش التفاصيل دي كلها فاهم. هو هنا بس بيسالك الهارد ديسك تقسيمته عامله ازاي، بما انه طبعا نظام وهمي فمشيه كتله واحده بقى، مشيه قطعه واحده وخلاص. continue. اسم ده الداشبورد. your name اسميه admin. your server name سميه تي بوت داش، سميه تي بوت بس. اليوزر نيم خليه admin اصلا تاخده، خليه admin limbo. choose a password admin limbo admin. طبعا في real environment في بيئه حقيقيه ما ينفعش تحط لي اسم المستخدم هو الباسورد، ده يبقى اكتر حاجه حماقه كده. يبقى انت حولت الداشبورد نفسها واللي بنتحكم فيها
ونشوف الهاكرز. حولتها هي نفسها اصلا لمصيادة هي كمان يعني. انا بس عشان انا بنسى كتير خليها دلوقتي كده من كتر الانظمه الوهميه اللي بعملها الدنيا بتضيع خالص. شايف ده بيقول لك انستول اوبن اس اس اتش، اقول له ماشي يا باشا، احنا محتاجينه فعلا مش اختيار ولا حاجه، هو اصلا قال لك في المتطلبات لازم البتاع ده، انتر بس كده واسيبه مع نفسه. التاني هيبقى نفس الفكره تقريبا برضو، كونتينيو دن كونتينيو، نفس كل حاجه، بس هغير بس اللي هو اسمه والحاجات دي. دن كونتينيو يور نيم. ما هو الاسم ده هيظهر داخل السيرفر نفسه، فهنسميه ليمبو عادي، ليمبو بس من غير اي حاجه. your server name هنسميه database ليمبو. الباسورد يعني يستحسن انك تحط باسورد قويه شويه، لانه ده هيبقى باسورد الاس اس اتش، باسورد النظام كله. فالواحد لما يجي يكتب وهو واقف، الحساسيه بتاعه الكيبورد ما بتبقاش اللي هو متعود عليها. انستول اس اس اتش يس، وضن هنا وضن هنا، بس كده. دقيقتين بالظبط هيبقوا خلصوا، فانا هنستناهم الدقيقتين دول وبعدين نيجي على الخطوات اللي بعد كده. الخطوات اللي بعد كده قال لك بس نفذ الامر ده لا اكتر ولا اقل يعني. المهم تعال ناخد بص على المشروع ده. دي الحاجات اللي هتبقى موجوده داخله، هنبقى نشوفها لما يشتغل. ال دي فصل لا مؤاخذه. الاهم من الشغل تظبيط الشغل، احنا محتاجين ميزانيه علشان الاضاءات والكلام ده. طب هنا قال لك اهوت الهايف يستحسن 16 جيجا رام، احنا ادينا له 8 مش مشكله، و256 واحنا تقريبا عكسناها يعني. السنسور بقى وده اللي هو المصيده 8 جيجا رام و128 اس اس دي. لا هم مش هيحتاجوا المساحه دي كلها، امشي زي ما انا ماشي والدنيا هتبقى تمام يعني. حتى هو بيقول لك ان الحجم ده بيعتمد على حجم الاتاكس. طبعا المشروع ده في الاغلب داخلي لوكال بس، فما فيش اي اتاكس هتحصل عليه، فعلشان كده انا حطيت مساحات قليله. انما لو انت هتحطه في البرودكشن هتحطه على سكيل كبير في شركه والكلام ده، لازم بقى تمشي ورا التعليمات دي. كل ما الاتاكس بتزيد كل ما يبقى فيه لوجز، وكل ما يبقى فيه حاجات بتتسجل وحاجات بيتم معالجتها، فلازم يعني سيستم اقوى يعني. ودي طبعا الخدمات اللي هو required ports، دي البورتس في الاغلب اللي هو هيبقى شغال عليها او يعني مفتوحه يعني. فلازم انت لو انت في شركه تاخد بالك انك الخدمات دي تعمل لها incoming، يعني تسمح ليها بالدخول من الفاير وول اللي عندك، مش كلها طبعا يعني ما تفتحش الدنيا دي كلها على البحر، لا افتحها بس للاي بي بتاع الهاني بوت بس علشان يعرف ان هو يبقى شغال تمام يعني. الاضافه فصل التاني، انا مش عاجبني الموضوع ده كله عشان سحبت الكرسي فالكهرباء باظت. انا لو رجعت تاني انا هطفي تصوير. المهم طيب خلينا اوريكم حاجه برضو جانبيه لطيفه كده. ده طبعا بيقول لك الانستليشن. لو فتحت هنا موقع شودن، الموقع ده المفروض ان هو بيعمل بيسجل كل الاي بيات البابليك عنده، ويبدا ان هو يعني زي ما تقول بيعمل لهم فحص ويعمل لهم فهرسه كده، يقول ده سيرفر بالظبط شغال عليه انظمه الى اخره، الجماعه دول يعني الدنيا دي كلها. طيب المهم فخلينا كده نسيرش على شودن مثلا. هنا بيقول لك طبعا شويه فلاتر اهيت تفلتر بالدوله بالبلد بالبورت بالدنيا دي كلها. فلو دخلت هنا على شودن وبحثت عن، كتبت هوست نيم وبعدين كتبت google.com، ده بيسموه دورك. الدورك ده يعني حاجه بحثيه كده. قال لك في 152,000 بابليك سيرفر تبع جوجل. ده طبعا يعني رقم صراحه اتخضيت، يعني الرقم ده كله او دي كلها اسيتس تبع الجوجل يعني. لا طبعا يعني الواحد طبعا مش هيتخض ولا حاجه، لان معظمها بتبقى كلاود يعني. ما هي جوجل دي كلاود بروفايدر، فانت لما تاجر من عندهم سيرفر مثلا يعني بياخد الدومين او بيبقى تحت الدومين بتاع جوجل، الالياس بتاعه او الاسم بتاعه. المهم تعال نجرب مثلا حاجه زي اوبر.com. مع ان اوبر ما هوش شايف ده تميك سنس شويه. ما اقول مثلا 300 بابليك سب دومين، طبعا الموضوع بيبقى اكبر من كده بكتير جدا جدا كمان. ممكن مثلا اعتقد يوصلوا ل 50,000 30,000 حاجه زي كده. لكن ده اللي معمول له فهرسه واندكسد ودي ان اس جايبه والدنيا كلها تمام. هنا على شودن انا لو فتحت اي سيرفر من دول هتلاقيني بقول لك شويه معلومات عنه، تمام؟ مكان وفين، هنا مكتوب مكسيكو سيتي، والبورتس المفتوحه فيه، تمام؟ بورت 80 وبورت 443 وتفاصيل كل بورت من البورتات دي. تعال هنا بقى وابحث على كلمه، حرفيا ابحث على هاني بوت، هتنصدم. اوكي في 1300 جهاز اندكسد او يعني متعرف عليهم الموقع شودن ان هم هاني بوت. معقوله؟ طب تعال نفتح تعال نفتح شويه منهم كده ونفهم هم دول بالظبط. يعني نفتح دول كده. في هاني بوتس في مصر، في واحد هجيبك اصبر. غير الكانتري خليها جي، لقيته. تعال اوكي طيب خلينا نبدا بالتنين الاول. شايف ده كان اول واحد فتح معانا. زي ما انت شايف كده بصراحه على النبي هتلاقي كل البورتس مفتوحه. ما هو
بص باي ديفولت الهاني بوت لما بتيجي تعمله تسطيب يعني وكده بيبقى فيه كل البورتس مفتوحه زي ما انت شايف كده، بحيث انه الهاكر مثلا او الفيروس او ايا يكن الثريت اكتور او المهاجم اللي عاوز يعمل الاتاك بتاعه حب مثلا هو بيشتغل على بورت مثلا 80 فيلاقي ليه حاجه، يلاقي بورت 80 مفتوح. حب يشتغل على بورت 22 يلاقي مفتوح. ايا يكن بقى نوع الاتاك اللي بيعمله فهيلاقي له ايه خدمه موجوده يعني. فانا عايز اقول لكم ان انا برضو جالي تعليق كان طويل جدا جدا لدرجه ان انا يعني ما قراتوش كله، بس انا فهمت هو بيتكلم عن ايه. يعني هو كان بيتكلم ان هو بيتست ولها ايه خدمات كتيره جدا مفتوحه في شركه المفروض ان هي اعتقد كانت باك باونتي هانتنج او حاجه زي كده، ومش فاهم ايه دي. فانا وسبحان الله هي الحلقه دي فعلا كان هي اللي عليها ميعاد التصوير يعني. فده اول سيستم. انا كهاكر لو انا بعمل مانيوال تيست وانا بتست بشكل ايه محترف كده ولقيت المنظر ده قدامي، لو انت هاكر محترف يعني فاكيد مش هلمسه. لكن بيبقى نوعا ما فات الاوان. ما هو انت مجرد ما تعمل سكان لاي بي عشوائي مثلا او لدومين، انت مثلا لقيت كان مكتوب ايه هنا الدومين ده ايه، لقيت مثلا admin.uber.com مثلا يعني صاب دومين طلع لك، عملت له سكان. لما السكان ينتهي بيطلع لك المنظر الشنيع ده، فساعتها اعرف ان انت اتلقطت في السنسور يا معلم، وانت مجرد ما لمسته بس لقط هناك. فجي جي. طيب اللي بعده يعني ها معقوله شويه 22 اس اس اتش فاهم، 80 443 يعني 80 دي كلها خدمات ويب وخدمات اكسس على السيرفر، فميك سنس ان هي موجوده يعني. لا وهنا كمان ايه بيقول لك في 3 فالنربيلتيز كمان من هم هاي. يا سلام، لا ده هاني بوت. فده واحد تاني معقول شويه يعني، اعتقد ان احسن شويه. ده يمكن احسن شويه كمان. 3317 ده يا ده كان ويب سيرفر ولا قاعده بيانات ده؟ لا وتلاحظ ايه كمان الاباتشي او اللي هو 443 عليه فور 4 ثغرات كريتيكال منهم واحده تقريبا 10 اهي، اللي هو ريموت كود اكزيكيوشن، و18 ثغره هاي. يعني واضح ان هو هاني بوت يعني. ده نفس الفكره، وده برضو ايه الفكره الاولى اللي هو باي ديفولت. هو الراجل شغال اي تي هنا راح ايه عمل انستول للسنسور وسابه بالاعدادات زي ما هي، واحنا نعمل كده دلوقتي يعني. هقول لكم على حاجه، خلينا بس ايه ناخد المصري الاخير ده. كنت عايز اعرف هو مكتوب فين هاني بوت، او ليه شود انا اصلا اتعرف على السيستم ده انه هاني بوت، ليه اتعرف عليه. فالخدمه اللي شغاله على 8500 مكتوب ان هو الهوست نيم زي حتى مكتوب يعني نوع المعلم ده. هي دي واحده طبعا من الحاجات اللي هي ايه المضحكه شويه، ان انت مثلا يبقى عندك سيرفر هو هاني بوت، او في الديفولت انستليشن تكتب اسم السيرفر او الهوست نيم نفسه هاني بوت. طب ما اسم السيرفر او الهوست نيم ده بيطلع في الاوتبوت بتاع السكان زي ان ماب وغيرها. فدي احد يعني الاخطاء الشائعه اللي الناس بتقع فيها، عشان كده ما رضيتش اسمي الجهاز ده هاني بوت وسميته داتابيز يعني. الحاجه الثانيه، في مره وانا كنت بشرح كده في احد المحاضرات يعني، فبسال الناس بقول لهم انت لو هتعمل ديزاين لهاني بوت هتحطه فين؟ يعني هتحط مكانه على الشبكه فين بالظبط؟ ففي واحد قال لي هحطه طبعا اكسترنال، يعني ده جهاز يا باشا مليان ثغرات ومليان مشاكل، وشوف كميه الحاجات اللي عليه وكده. فالسبب الرئيسي الاولاني يعني انا هحطه بره الشركه، ان هو زي ما انت شايف كده. الحاجه الثانيه ان هو شو بقى السبب؟ علشان الهاكر لما يجي يحاول يستهدفني ينشغل في الهاني بوت ده، ينشغل في النظام ده، يقعد بقى يعيش معاه بقى ايه بقية حياته. يقعد معاه اسبوع كامل بيحاول يخترق فيه، ويبعد يبعد عن الانظمه اللي هي الثانيه الحساسه بتاعته. لا والله يعني حط نفسك مكان الهاكر بقى. انا لو هاكر مثلا وعايز اخترق المؤسسه دي مثلا لاي سبب ايا يكن السبب يعني، وبعد اسبوع او بعد فتره يعني اكتشفت ان ده نظام وهمي هم اللي حاطينه عشان يشغلوني، وانا ضيعت الوقت ده كله بهاك النظام الوهمي ده، انت كده ممكن تخلي الهاكر يتضايق اكتر. وده المكان اللي هو يعني ايه داخل يبص بصه كده، لا مش هيسيبك الا لما ياخد عليك اكسس يعني. النقطه الثانيه فكره ان هو مليان ثغرات ومش عارف ايه ما ينفعش احطه في الشبكه الداخليه. لا انت فهمت الموضوع غلط. هو بيظهر او يبان ان هو فيه ثغرات، بس الهاكر مش هيستخدمه او مش هيعرف يكنتروله بقى ايه ويشيل السنسور من عليه ويشيل الحاجات دي كلها ويستخدمه في مهاجمتك تاني. لا هو معمول ليه؟ افهمك دلوقتي. انا عندي شبكه مثلا داخليه بالكامل، حلو، كل الاجهزه اللي فيها كل موظف معاه الجهاز بتاعه وقاعد شغال عليه. لو انا زرعت السنسور ده او زرعت المصياده دي في الشبكه عندي، انا متوقع بنسبه كبيره جدا، نسبه ايه 100%، ان مفيش حد هيخش عليه، مفيش حد هيلمسها اصلا. ده هي اساسا لعمرها اتبعتت في ميل مثلا، ولا مكتوبه في
المواقع او الاجهزه والخدمات اللي الموظفين بيخشوا عليها محدش يعرف اصلا ان هي موجوده اساسا. ده هو مجرد سنسور كده مرمي في حته بعيده. لكن لو حاولت انك تتكلم معاه هتلاقي عنده صفحه ادمن وصفحه طبعا الحاجات دي كلها وهميه يعني. فمجرد ما انت تروح تتفاعل معاه، هو انا مش بس عرفت او بيخليني اعرف قدراتك انت كهاكر وبيسجل كل الحركات اللي بتعملها، هو بيعرفني ان في حد جوه. ركز، احنا في شبكه داخليه، عشان تخشها لازم يبقى معاك يا في بي ان، يا تخش المبنى بنفسك، يا مخترق احد الاجهزه التانية، ومن الاجهزه التانية دي بتسكان الشبكه الداخليه بتاعتنا. ففكره ان انت تتكلم مع الجهاز اللي المفروض محدش يكلمه، معناها ان انت اصلا مهكر الشبكه الداخليه عندنا. انت جيت منين؟ فهي دي الوظيفه الاساسيه اللي معمول عليها الهاني بوت، ان انا اعرف هل في حد دخل عندي ولا لا. والحاجه التانية طبعا لو فرضا انه دخل، اعرف بقى القدرات بتاعته، انواع البرامج اللي بيستخدمها، الادوات اللي بيستخدمها. يعني مثلا عشان اعرف هل ده هاكر عادي او هاكر هاوي لقى ثغره ودخل بيها، ولا اي بي تي جروب وناس ادفانسد بقى وناس اللي هي إيه لا لازم التعامل معاهم بشكل حذري يعني. المهم البتاع خلص، هعمل لي ده ريبوت واعمل ريبوت برضو للتاني. الحلقه دي هتبقى طويله شويه بس ايزي، انا جاي وجعتني من الوقفه. فاي ويل سيت داون لحد ما يخلص الريبوت بتاعي. اضغط انتر. هو بس بيقول لك ان الروم او اللي هو الايزو فايل يعني مش اتاجد، اللي احنا سطبنا منه نظام التشغيل، فده مش مشكله يعني. طيب اليوزر نيم بتاع الداشبورد ده اعتقد كان، شوف انا لحقت انسى ليمبو ادمن. الباسورد كان والله انسيه، لا ما تهزرش، انا فاكر ان انا قلت ان هو كان نفس اليوزر نيم والباسورد. يا الله يعني اتفضل. والله انا مش عارف ليه ده بيحصل، بس انا كل ما اجي انزل سيستم اوبونتو واكتب اليوزر نيم والباسورد يطلع لي المشكله. هجرب تاني، ليمبو ادمن ليمبو. والله كان كده، انا فاكر انه كان كده. طب اجرب اخش على الجهاز التاني. ده كان ايه بقى؟ ده كان لا ثانية ده كان ليمبو. مفيش امل. لا فاكر ده ولا فاكر ده. اضطر بقى ايه لا اضطر ان انا اشقلب الدنيا دي كلها باور اوف واسطبها من تاني واكتب في ورق. لسه بتقول لكم ان انا ذاكرتي مش قد كده، واحد برضه قاعد بيشرح فاهم، مش مركز في اللي هو بيعمله، فاسطبه تاني وارجع بقى. مش معقوله يا جماعه، انا لسه حاطط باسورد برضه ونسيت اخيرا. ويجي واحد يقول لي عايزين عايزين لايف مش عارف ايه. يا عم انا عارف اشتغل اوف لاين، عم اشتغل لايف. طيب دي الماشين الاولى فتحت معانا. طيب واحده من اهم الحاجات اللي لازم تعملها حاليا هو انك، ده اللي هو السنسور، ده اللي هو الضحيه يعني، تثبت الاي بي. لان الاي بي المفروض ان هو حاليا دايناميك، مجرد ما تعمل ريستارت او يعني ايه شويه كده ممكن الاي بي بتاع الماشين ده يتغير. فهو لازم يبقى ثابت علشان الاي بي ده يتواصل مع الداشبورد او مع صفحه التحكم يعني. فازاي نعملها؟ اول حاجه اكتب بس الاي بي ايه، شوف ايه هو الاي بي اصلا. تحت هنا اهوت 192.168.174 هسجل عليه. اقول له SSH victim at 192.168.8.174 عشان اول مره بيسجل بيقول لي اسجل فينجر برينت، اقول له ايوه. وبعدين كده خلاص دخل معانا عشان ابدا ان انا اتعامل معاه بسهوله، لان الشل دي رخمه شويه، انما دي بقى ايه اعرف اخد كوبي بيست والحاجات الحلوه دي كلها. دي الماشين الاولى، والتانية خلاص خلصت برضه اهي. دي اللي هتبقى اللي هي الداشبورد، عشان نعمل الاثنين مره واحده. الداشبورد كان الاكسس بتاعها والله العظيم ما بهزر، بس انا خدت له صوره. الهاكر اللي هيجي يهكرني في يوم من الايام هو مش هيعرف يهكرني اصلا، لانه انا نفسي ما اعرفش الباسوردات بتاعتي. الاي بي اي ده 175، امال التاني كان كام؟ ده 174. يبقى الداشبورد 175 والسنسور 174. احفظوا الرقم ده. لا اليوزر نيم غلط، اليوزر نيم بتاع دي تي بوت. لا تي بوت ادمن. يا الله جماعه والله مش ناس بقى في التعليقات تقعد يقول لك روح اكشف. انا واقف مش قاعد، ده رقم واحد. فانا اصلا هتلاقيني بكتب حتى حروف غلط. الحاجه الثانيه اتفضل يا عم، لسه بقول الاي بي وبتاع، فغيرت اليوزر نيم وما غيرتش الاي بي. عارف انت الناس في التعليقات انت كده خلاص بتودع يعني. طيب المهم نرجع للموضوع. فدي هي التي بوت داشبورد، عم ازومها اكتر كمان اهي. دي الداشبورد على 175 والفيكتيم او السنسور على 174. نرجع تاني للصفحه بتاعت الجيت هاب. قال لك بس ان محتاج بقى نسطب الكلام ده. فكانت الخطوه الاخيره ان انت تحط ايه، ترمي الرابط ده كده. فهاخده نسخ على الاثنين حرفيا، مش على واحده بس، على دي اللي هي الداتابيز او اللي هي الفيكتيم يعني، وعلى الداشبورد مرتين. قال لي انستول الديبوت. يلا يا باشا ودي انستول. الباسورد والتانية اكيد نفس الحكايه بالظبط. يلا لا مؤاخذه.
انا لسه بخير على فكره، بقول الحق اتجوز بقى عشان ايه مش هفتكر اسم اولادي بالشكل ده. طبعا اتنين عمالين بيسطبوا اهو، الدنيا تمام يعني. لما يخلصوا يستحسن تاخد سناب شوت، وكمان تعمل الاي بي ستاتيك. يعني ازاي اعمل اي بي ستاتيك؟ في الويندوز انت بتخش على اعدادات الشبكه وتبدا تكتب الاي بي بنفسك، وتكتب كمان الدي ان اس معاها. في لينكس نفس الحاجه حرفيا. انت مش عايز اقول شات جي بي تي والله، بس هو يعني ممكن يعملها لك يعني. انا هنعمل الحلقه الجايه في الاغلب على نعلن الحرب على الذكاء الاصطناعي في الحلقه الجايه يعني، عشان ايه اللي بيحصل فينا ده مش شويه. فهرجع لكم تاني لما اخونا ده ايه خلص. طيب نركز بقى في الخطوه دي. على الداشبورد قال لك انت عاوز نوع التسطيب ايه. ما هو ركز، احنا حاطين نفس امر التسطيب هنا هو هناك. فهو قال لي على الداشبورد انت عايزه ايه، فانا هقول له بص انت هنا اعمل لي الهايف، يعني ده هيبقى اللي هو الداشبورد او السيستم كله في بعضه. فهكتب اتش واضغط انتر. اما الناحيه الثانيه هتبقى في الاغلب اس، يعني هنا مش هنضغط ايه. اضغط الويب يوزر نيم، سميه نفس الاسم. is this is correct؟ بيسالني عشان عارف ان انا بنسى، مش متاكد والله يا اخويا بس ماشي. الباسورد بتاعت الويب، اما هو المفروض يكونوا مختلفين على الاكسس بتاع الاس اس اتش، بس الثاني ده تيست انفايرمنت. ريبيت ماشي يا اخويا. باسورد doesn't ماتش الكسفه اللي انت فيها تاني. ايه يا اسطى؟ ايه يابا؟ ايه انت ايه؟ ثواني يا جماعه، انا هقعد له بقى. صباح الخير، الو. طب والله بكتب نفس الباسورد. طب اغيره طيب؟ ما انا لو غيرته احتمال ما افتكروش بقى. بس خلاص انا هكتب باسورد وافتكرها بعون الله. اكتب اوكي بقى كده يعني. كتبت باسورد صعبه جدا بيكوز ان هي انا بستخدمها اوريدي يعني. هو تقريبا ما كانش عايز اليوزر نيم نفس الباسورد، لان كنت بحطهم الاثنين نفس الحاجه. فالعيب مش مني والله يا جماعه، انا لسه بخير ان شاء الله يعني. فزي ما انتم شايفين هو دلوقتي بينستول الداشبورد، سيبه بقى يعيش مع نفسه. وهنا الناحيه الثانيه في الفيكتيم ماشين او السنسور هكتب طبعا حرف الاس بس كده. هنا هينستول السنسور. interrupted هو ممكن interrupted علشان ده بينستول، ده تفسير الوحيد. فانا هخلي ده يخلص الاول، لان غير كده doesn't make sense. انت ايه اللي عطلك وانت زي الفل؟ ريكويست مش عارف ايه، هو غالبا لان التاني شغال connection refused في الاغلب يعني. فهنسيب التاني يخلص، بعدين ايه اعمل نفس الامر ده مره تانية يعني، لان هو كده ما كملش، هو مكتوب interrupted فما فيش حاجه اتسطبت اصلا. والبتاع ده بيسحب نت يعني شويه حلوين يعني، زي ما انت شايف كده اي شيء سكه بتاع يعني نص جيجا حاجه زي كده. فسيبه يخلص مع نفسه. طيب هو المفروض ان هو انتهى في الاثنين ده كده، اشتغل تاني اهوت. زي ما قلت لك كانت مشكله انترنت، وده نفس الفكره. الداشبورد بيقول لك بليز ريبوت، اعمل لي اعاده تشغيل، لكن كونكت اس اس اتش المره دي على بورت 64295 اللي قدامك ده. ولو رجعت للجيت هاب هيقول لك بالفعل عشان يعني لاول مره لو انت حابب تبدا اعمل ريبوت، وبعدين دخل اليوزر نيم والباسورد بتوعك عادي. وبعدين لو انت حابب تسجل دخول سجل دخول عن طريق ايه الامر ده اللي هو في نفس البورت اللي هو مديهولك. ده بالنسبه للداشبورد. فانا هكتب، هنشوف الاي بي لسه زي ما هو. خلينا قبل ما نعمل ريبوت خلينا يعني نخلي الاي بي ستاتيك. هنعمله ازاي؟ بكل بساطه تروح على جوجل تكتب how to make IP static on Ubuntu. موضوع بسيط خالص. قال لك هتروح على الملف ده تحط جواه الكلام ده بس يعني. وهنا الايه الاي بي بتاعك. ممكن حتى تفتح اي مقاله، وليكن حتى المقاله دي هتلاقي نفس القصه بالظبط. يقول لك عدل لي في الملف اللي موجود هنا وحط لي الصيغه دي. فالموضوع فعلا مش محتاج لا ذكاء اصطناعي ولا غيره يعني، حتى الواحد يبقى اتعلم حاجه وقرأ يعني معلومه جديده يعني. فاروح على المسار ده واحط الكلام ده في كل ده. يمكن الحاجه الوحيده اللي هتختلف او هتبقى مشكله هي اكيد طبعا الاي بي 8.1.7.5، وبرضو اللي هو اسم كارت الشبكه. تعال انا هنا عندي اسم كارت الشبكه ايه، اعتقد اللي هو ده ENS33 ده اسم كارت الشبكه بتاع المعلم. هرجع تاني على الملف، اغير الايث 0 واغير الجيت واي برضو ممكن اخليها 8.1 بس كده يعني. هي دي السيتنجز، مش محتاجين اكتر من كده. والدي اتش سي بي معمول نو بس هيشتغل معاك عادي جدا. ليه بعمل كده؟ ليه ما رحتش لشات جي بي تي؟ لانه كمان لو هو شات جي بي تي اللي اداك الامر انت كده ما عملتش حاجه يعني، فاهم؟ ودماغك اكيد مش شغال. فنفس الخطوه بالظبط على السيستم الثاني بالظبط اهو. هنا الخطوه مختلفه شويه. قال لي اعمل ريبوت وبعدين كام خطوه كده. خلينا بس نعمل الاي بي ستاتيك الاول بعدين نشوف الحوارات دي. شيل كل ده وخلي الاي بي دوت 4 بس، مش هعمل اي حاجه. اوكي طيب نيجي للداشبورد، نرجع للداشبورد مره ثانيه. وكان بيقول لك اعمل لها ريبوت، فسودو ريبوت كده تعمل لها ريبوت اهو. بعد كده قال لك هتتصل عليها بالامر ده SSH-L بعدين اسم نظام التشغيل بعدين البي ده البورت بعدين الاي بي. فاقول له SSH
داش ال، اليوزر نيم كان تي بوت ادمن، بعدين داش بي والبورت ده، بعدين ال اي بي 216.8.8.175. المفروض تبقى رجعت تشتغل تاني. لسه اصلا هتلاقي بس عشان السيستم الجديد نزل عليها، فيعني ايه بتظبط الامور. طيب خلينا نشوف التانية كانت عايزه ايه. السنسور كان عايز ايه؟ السنسور قالك بليز ريبوت وبعدين كونكت اس اس اتش وتاكد ان انت ديبلوي اس اس اتش كي to this sensor and disable SSH password authentication. بص بقى، ال SSH احنا اتفقنا ان هي خدمه بتكنترول بيها اللينكس سيستمز، يعني ليها طريقتين تسجل بيهم دخول، اما عن طريق اليوزر نيم وباسورد زي ما احنا عملنا كده من شويه، او عن طريق الكيز اللي هي البابليك والبرايفت كيز. طبعا البابليك والبرايفت كي بتبقى امن بكتير جدا من الباسورد، لان الباسورد دي يمكن تخمينها واي حد يقدر يخمنها، انما الكيز لا، انت المفتاح او الملف نفسه بيبقى موجود على النظام، فانت لازم تهكر النظام وبعدين تجيب الملف او المفتاح ده بعدين تسجل دخول بيه. طبعا اصعب يعني. المهم واخر خطوه بقى ايه، شغل لي السكريبت ده وبس كده. ايه السنسور هيجوين الهايف، او السنسور او الجهاز اللي هو هيبقى الضحيه يعني الوهمي، هينضم ليه الداشبورد او هينضم ليه الخليه، حتى بيسموها هايف، دي معناها اللي هو خليه النحل. طب ماشي يا عم النحل. ده خلاص نتاكد كده نسجل دخولنا على الداشبورد تي بورت ادمن. اشتغل تمام. بس انا زي ما انتم عارفين بحب اسجل دخول عليه من هنا، من اللي هي اللوحه دي. ولا اي بي اتغير ولا ايه؟ ده مش واخد اي بي، كان لازم يعني احنا اللي نحط الاعدادات، ما كانش شات جي بي تي عملها وخلاص. ان شاء الله مع الريستارت هتشتغل تاني. عملنا ريستارت بس هو واضح ان في خطا في السيتنجز اللي احنا عملناها بتاعت الستاتيك اي بي. بس هكتب sudo net plain apply لو في مشكله. قلت لكم لو في مشكله هتظهر. قال لي المشكله في في كلمه فيرجن. اعتقد انا عارف المشكله بسبب ايه. فيرجن راحت في مسافه ولا حاجه، ما تقولش ان دي السبب، يعني ممكن تبقى دي السبب بجد المسافه دي، بس انا اصلا واخدها كوبي بيست يعني. بعدين المفروض فيرجن دي اصلا تبقى محطوطه متعرفه بعد النتورك على طول. اللي منزلها تحت هنا يا مسهل. اشتغلت، خليني كده. اشتغلت. واو الحمد لله الحمد لله. محتاجين شات جي بي تي. نلحق بقى السيستم التاني قبل ما يفرقع في وشنا هو كمان. سودو نانو، بعدين اديله الملف فيرجن 2 وطيرها من تحت. سيف سودو نت بلين ابلاي. تمام. اي بي اي واخد الاي بي زي ما هو. هنعمل ريستارت سودو ريبوت. افتكروا ان احنا بعد ما نعمل ريبوت محتاجين نعمل موضوع الاس اس اتش كي ده، كونكشن لاست. كده يعتبر الداشبورد شبه خلصت، ناقص السنسور بتاعنا بس. وطبعا هتلاقي ياخد وقت في الريستارت شويه زي ما حصل قبل كده. هنا بيقول لك ازاي تخش بقى على البورتال او على الصفحه دي، بس هنعملها لما السنسور يشتغل. طيب لو انت هتشتغل على سكيل كبير وكده وبابليك كمان، فانت محتاج تسطب السيرتيفيكت، تعمل سيلف ساينت سيرتيفيكت، او علشان ما يبقاش في مشاكل في نقل البيانات ويقول لك لا اصل الاتصال غير مشفر وبتاع، فانت لازم تعمل خطوه السيرتيفيكت دي. لازم هتاخد نفس الاوامر نسخ لاسك، بس محتاج بس تغير الاي بي والدي ان اس، لا اكتر ولا اقل، بس انا مش هعملها حاليا يعني. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه بعد موضوع السيرتيفيكت ده؟ عايزين نربط السنسور بالهايف او بلوحه التحكم. ما هو لحد دلوقتي ما فيش حاجه بتربطهم مع بعض، فانا لازم اخلي الهايف او لوحه التحكم يبقى عندها فول اكسس وتحكم كامل على السنسور بتاعنا. فالتحكم ده هيتم ازاي؟ عن طريق مثلا خدمه الاس اس اتش. خدمه الاس اس اتش بتشتغل بطريقتين، يا اما عن طريق يوزر نيم وباسورد ودي طريقه مش امنه، يا اما عن طريق الكيز او المفاتيح اللي هو البابليك والبرايفت كي. ففي الخطوه دي هجنريت البابليك والبرايفت كي. هاجي هنا على الداشبورد، بيقول لي احفظهم لك فين، اقول له احفظهم لي في نفس المسار ده لكن /ID_RSA، وقول لي اكتب لي باسورد. بس لو رحت على المسار ده حاليا هلاقي عمل لي فعلا جنريت لي بابليك وبرايفت كي هنا هم، اللي هو الملف ده والملف ده. حاليا ايه اللي محتاج اعمله؟ انقل المفاتيح دي انقلها على السنسور، فهحط الامر ده وبعدين احط اليوزر نيم والباسورد بتوع السنسور. اليوزر نيم كان فيكتيم والاي بي كان 192.168.8.147. انتر. يس. حاليا بيقول المفروض الموضوع انتهى. حاول بقى تسجل دخول على الفيكتيم بالامر ده وشوف اللي هيحصل. لما جيت اسجل برضه بيطلب مني الباسورد. يعني هو ليه بيطلب مني الباسورد؟ الباسورد هو الفك تشفير المفاتيح اللي احنا عملناها عشان يتاكد بس ان هو انت يعني. فانا في حركه ممكن اعملها عشان اتجنب الخطوه دي خالص. ادي الامر ده كده، اقول له eval ssh agent-s وبعدين اخلي الاس اس اتش اد اضيف عليه الكيز بتاعتي. الخطوه دي يعني هي بكل بساطه بس بتحفظ الباسورد في الميموري عشان كل مره اجي اسجل دخول
ما يسالش على الباسورد دي خالص. قال لك اهوت ان الايدنتيتي اتضافت بنجاح. كده لما اجي اسجل دخولي على السنسور مش هيطلب مني اي يوزر نيم وباسورد. اهو دلوقتي احنا اتنقلنا من تي بوت ادمن للفيكتيم، يعني كده عندنا داشبورد قادره تتحكم في الفيكتيم. طيب واخر خطوه معانا خالص نديبلوي الدنيا دي كلها. هاجي هنا على الفيكتيم دي اطلع منها اكزيت، هيرجعني تاني للداشبورد ls تيبوت ls واضغط ديبلوي. قال لك طيب، قال لك السنسور متسطب، احنا سطبناه على السنسور. قال لك طيب دخل لي اليوزر نيم بتاع السنسور، الريموت يوزر نيم اللي هو كان كلمه فيكتيم. قال لي طيب اكتب لي الاي بي بتاع السنسور 192.168.8.174. قال لي عملت الاس اس اتش؟ اقول له ايوه عملنا الاس اس اتش. قال لي طب اكتب لي بقى الاي بي بتاع الهايف نفسها اللي هو بتاع ايه النظام الكبير 192.168.8.175. قال لي اكتب لي الباسورد، اعتقد دي باسورد السنسور. هي كانت ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوه المفروض ان هي صح. اوكي انفع سايبر سيكيورتي، انفع ديف اوبس، انفع كل حاجه. قال لك 10 اوكي 6 شينجد وزيرو حصلش اي مشاكل. ابديتنج سنسور يوزر هايف كذا كذا كذا. المفروض ان هو ابديتنج ده اللي هو ايه، اتعمل له ابديت بالفعل يعني. تعال كده نتاكد. نانو انف، بس حتى لو ما اتعملوش ابديت انا هسيبه هنا اهو حظه. المهم المفروض ان كده كل حاجه تمام يعني. عشان نتاكد اكتر ده هو حتى عمل ريستارت للفيكتيم. تعال كده نخش على الفيكتيم مره تانية يعني المعتاد. عشان نتاكد الفيكتيم شغاله ولا لا اكتب دوكر بي اس معلل بتاع شويه كده الحجم الضخم ده. بقى لها يعني بص دي كلها خدمات شغاله على اسمه ايه ده، على الفيكتيم. هحط نفس الامر دوكر بي اس، فعلا برضو الداشبورد عليها حاجات شغاله كتيره شغاله. طيب حانت لحظه الحقيقه ان احنا نخش على النظام ده ونبدا نشوف الدنيا دي عامله ازاي. قال لك بس اكتب لي الاي بي بتاع الداشبورد. اي بي كان 192.168.8.175 على البورت ده. باد ريكويست اعتقد اتش تي بي اس يعني ولا ايه؟ عيب عشان احنا مش عاملين موضوع السيرتيفيكت. اليوزر نيم ايه؟ اعتقد هفتكره المره دي. ايه اوكي. وبكده قدرنا ان احنا ننجح وبكده نجحنا ان احنا نبني نظام كامل مخصص حرفيا لاصطياد الهاكرز. هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها اتاك ماب، سايبر شيف، الاستيك، كيبانا، وسبايدر فوت. الاتاك ماب هي المابا اللي بيظهر عليها الاتاكس والهجمات اللي هتحصل على السنسور. طبعا دي مش هتشتغل الا في حاله واحده بس، لو احنا عاملين ديبلوي للسنسور ده بابليك. هيبدا يقول لك ده انت في اتاك من السعوديه، في اتاك من المغرب كده يعني، اللي هو الجيو لوكيشن بمعنى صح. طبعا عشان هو لوكال فالخريطه دي مش هيظهر عليها حاجه حتى لو انا حاولت اتاك السنسور بتاعنا. دي سايبر شيف، موقع طبعا مشهور جدا، بس هو هنا مسطبه لك لوكال عشان لو حبيت ان انت تديكود اي بيلود او في اي اداه مش فاهمها او في اوامر لقيتها في السجلات يبدا ان هو يفكها لك ويسهلها عليك. تيست كونكشن كل حاجه تمام. اكتب يا باشا. عدد النودز عندنا 1 يعني الدنيا كلها شغاله مفيش اي مشاكل خالص. نيجي هنا برضو لسه مفيش اي حاجه تظهر قدامنا، لكن خلونا نجرب نعمل حاجه وان احنا عن طريق سبايدر فوت اللي في الاخر ده اللي هو اخر اوبشن معانا. هشغل النايت مود، نعمل نيو سكان واتاك بيها السنسور بتاعنا. هنسمي السكان تيست اتاك تارجت 192.168.8.174. ده السنسور بتاعنا. ويلا دوس يا باشا ورن الاسكان ده. فانا حاليا بحاول اهاجم السنسور بتاعنا. هو المفروض ان هو شغال، المفروض نو داتا اف سكان هو ستيل راننج المفروض يعني راننج لسه ستيل شغال. فالاتاك هنا شغال. ارجع تاني ل الداشبورد دي، ابدا اعمل ريفرش كده. هتلاحظوا شايفين بدات في ريزلت تظهر ان في اتاكس حاليا بتحصل على النظام الوهمي اللي احنا عاملينه، ودي البورتس اللي بيتم مهاجمتها حاليا. وبكده نكون قدرنا ان احنا نعمل مصيدة للهاكرز تبان ليهم ان هي نظام عادي جدا، ولما يحاولوا ان هم يهاجموه هيقعوا في الفخ. تفتكروا كام هاكر هنقدر نمسكه في المصيدة دي؟ ويا ترى هيطلعوا منين؟ تنساش تشترك والحاجات دي والكلام ده. مع السلامة.